المهم قلت لها ارفعي يا بابا، رفعت النقاب وراحت منزلها بسرعه. فقلت لها لا 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 ارفعي، خلي النقاب زي ما هو موجود في الصوره مع حضرتك كده، خلي النقاب فتره طويله لحد ما الشيخ يتناقش معاكي. ودي كانت قاصمه الظهر، عرفت، لحد ما الشيخ ينهي الاجراءات معاكي، لانك انت هتتكلمي معاه وهينطقك الشهاده وهيقولك الكلام. ايوه احنا عارفين انك نطقاها وقايلاها وبتاع، وهي بتوثق بس. تمام يا شيخ على فكره ده حافظه وتمام. قال لها انا عارف الشيخ، قال لها بص ارفع، انا عارف ان كلكم في الفتره دي بتحطوا النقاب لحد ما تخلصوا اجراءاتكم والكلام من ده، كلكم كله في الفتره دي كده. ده الشيخ اللي بيشهر الاسلام، ده الموظف اللي بيشهر الاسلام. الموظف اللي هو بيشهر الاسلام. قال لا لا انا عارف كلكم بتحطوا النقاب الفتره دي، وعلى فكره هو معاه حق يعني، في البعض كده، في البعض كده يعني بتفضل حاطه النقاب. لكن ما يتقالش الواحده مقبله على الاسلام. لا كلكم بتشهروا بتحطوا النقاب ده، تتستروا لحد ما تخلصوا ورقكم وبتاع، علشان لحسن حد من اهاليكم يتبعكم ولا بتاع ولا كلام من ده، كلكم كده يعني. فقلت له لا الا كاميليا، وكانت الكلمه دي هي قسمه الظهر. قلت له لا الا كاميليا. قلت له لا 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 الا كاميليا. عرفت كاميليا حاجه تاني. انا كنت قعدت معاها بقى، كملنا دخلنا كده على حوالي 8 ساعات. نعم. عرفت، او 7 ساعات يعني، امتحنت كويس. نعم نعم. عرفت بيبان وبيظهر على الشخص يعني. اول ما سمع بقى كلمه الكاميليا، قلت له قالت من المنيا. قلت له قال فتح درج جنبه على ايده اليمين. نعم. في المكتب. نعم. فوانا قاعد جنبه شاي. نعم. فلقيت مجموعه ورق كده زي ما يكون ورق جيب يعني. عرفت، وعليه استك من استك الفلوس ده الاصفر ده كده محطوط، ولقيت مكتوب كده كاميليا شحاته 25 سنه المنيا كده. فلقيتها، فقال فهو كان بدأ مسك الورق يدبسه في بعضه كده، راح قال انت اسمك كاميليا من المنيا، عندك 25 سنه ودرست علوم؟ قالت له فقال لها طيب استنوا بقى شويه، في تعليمات امنيه. لا ما قاليش في تعليمات، هو قال لي طب استنوا كده ان في تعليمات. هو قال لي طب استنوا شويه. وقام طلع لبره، طلع غاب 5 دقايق ورجع. قال يا شيخ انت عارف الشيخ سعيد؟ عارف انت الشيخ سعيد؟ عارف يعني، هو واضح يعني، واضح الكذب، فهو يعني حد بيأكد لك حاجه ويعرفك انك عارفه بتاع على اساس يعني تصدق يعني. عرفت؟ فانت عارف الشيخ سعيد مشي وهو اللي هيختم لكم يعني، ومعاه الختم يعني. ما لما كان طلع الورق وبدا يجهز بدا يكتب. تمام. لكن فقلت له طب لما حضرتك عارف ان الشيخ مشي يعني بدأت ليه معانا الكلام؟ مشيش غير دلوقتي لما عرفت ان هي، وبعدين ايش عرف حضرتك ان هي كاميليا شحاته؟ حد جه سأل عليها ولا بتاع؟ من منيا و25 ومدرسة علوم وبتاع والكلام من ده، ومرات ابونا والكلام من ده. فقال لي بص هو بكره يا شيخ معلش لسه بدري. ومشي امتى الشيخ ده؟ الساعه 1:30، احنا طالعين من صلاه الظهر مباشره على توقيت الصيف. الساعه مشي امتى؟ قال لي مشي والله الشيخ مع اعتقادي ان الشيخ بوبا، انا مع اعتقادي الشخصي ان الشيخ بوبا. قال لا 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 تجونا بكره، يهديك يرضيك ابدا تجونا بكره. قلت له خلاص، لان انا بعملهم معامله طيبه جدا وكده، معامله اسلاميه. فالمهم قعدوا يهرجوا معايا في التليفون وكده. كنا في التوقيت ده عدينا كوبري قصر النيل وداخلين عند محطه الاوبرا بتاع المترو. نعم. لقيت الاشاره اتقفلت، فعادي الاشاره قفلت، قاعدين عادي. ما فجاه لقيت حوالي 7 8 بيركبوا العربيه عندي، بيركبوا فوق العربيه، فوق الموتور وفوق السقف وفوق قفز على العربيه، قفز على العربيه كده. فانا افكر شباب مثلا طالعين من نادي القاهره اللي على ايدك الشمال ده، او من نادي، او شباب بيعدوا عشان يلحقوا الاتوبيس، فاللي بيعدي بين عربيات لكن ما بيعديش على العربيه. فعلا. فايه ايه الثلاثه دي؟ ده انا والمحامي اللي جنبي. راحوا جماعه، لقيت واحد كده شكله نصراني. عرفت، انا تخيلت كده يعني، لان ما تخيلتش ان ده من دوله، لان الدوله كان لسه معايا على التليفون من ساعتين يعني. عرفت، انت شيخ مفتاح، انت شيخ مفتاح، والله وقعت. عرفت والله وقعت، وبيشدني من العربيه، رحت انا ضربه بالبوكس. نعم. هم طبعا كان فتحوا باب المترو ونزلوه. عرفت، المتر قال وبيلم الورق اللي معاه. عرفت، احنا مش عارفين ده ايه، بس اللي جه في خاطري انا ان ده كمين نصراني بيخطفني. نعم. وطبعا في الحاله دي ده انا هموتهم كلهم بجد يعني، وانا بقولها له وبقولها للكل يعني. هي محاوله خطف بتاع، عرفت كده يعني، مش هيلاقوا الا ما يضرهم يعني. المهم فنزلت بقى، طمع المسلم في الضرب. عرفت، فنزلت بقى اضرب ودافع، والعربيه عندي اوتوماتيك، فبدوس على اللي عندي علشان يقفل ما يعرفوش يفتحوا على البيت. فلقيت حد بينزل، انزلي يا بنت انزلي، ويقول الفاظ طبعا ما ينفعش انا اقولها.
سبوها شتموها. يعني بتوع امن الدوله شتموها انزلي يا كذا كذا كذا. انزل لو كانت لسه زوجة قس، لو ما كانتش اشارة سنة ما كانش حد يجرؤ انه ينظر لها، فضل ان يسبها. المهم انزلي عرفت الشتائم. المهم انا حاولت قدر المستطاع واتخانقت في 2 3 منهم اللي قدرت اقاوم، وحطيت البنت ورايا وبدات بقى ادافع واقاوم قد ما اقدر لحد ما سمعت ان هو بواحد يعني صوت لاسلكي كده تررت كده، فبدا انا اعتقاد ان دول نصارى بيخطفوه. فلما سمعت صوت اللاسلكي وبتاع بيقول لي احنا امن دوله، ضربت واحد تاني قلت له امن الدوله ما يعملش كده، وانا شتمت امن الدوله ما يعملش كده وثبت له علشان ايه يبان. الاشاره مقفوله على ازيد من 10000 واحد يعني. عرفت شوف مساحه من اول الجزيره من هنا عرفت كده المساحه دي كلها مساحه الاوبرا مقفوله عليها والاتوبيس صفين يعني وكده. فانا تخيلت بقى حد هينزل ينقذني، ان انا بتخطف لنصارى حد هينزل ينقذني يعني. ازاي انت هتاخد البنت مني؟ والله ما تاخدها. وبدات اشتم يعني شتائم للنصارى على اساس ان انا يعني استسير المسلمين ينقذوني. نعم. فطبعا الستة سبعة لقيتهم العدد كتير عن كده والضرب اشتغل عليا. وسمعت واحد بيقول له اضربهم على دماغهم لما يغمى عليهم وشيلهم مغمى عليهم. عرفت؟ فبدأوا هم بقى ايه يتكاتروا عليا ويسحبوني. لما لقيت واحد منهم سحب طبنجة وواحد معاه لاسلكي عرفت انه قلت له امن دولة امشي معاكم. عرفت؟ فقال لي طب يلا. مشينا لقيت عربية نوبيرة وفيها كاسة صوته عالي جدا وكده يعني. فتخيلت بقى ان ده شباب صيع بقى بيخطفني. امن دولة في بوكس في حاجة في، لكن بتخطف في عربية مشغلة كاسة عالي من الديسكو ده ولا عمرو دياب. المهم رحت حاطط رجلي في باب العربية وراجع لورا وحسيت ان انا بتخطف فعلا اخطف البنت ورايا. فالمهم قال له قلت لك اضربه لما يغمى عليه وما تركبش البنت معاه علشان حط البنت في عربية وهو في عربية علشان ما يركبوا معاه ورا 2 3. عرفت وكتفوا. راحوا هما بقى سمعوا منه حكايه ضربوا لما يغمى عليه وراحوا بقى ايه ضربني حضرتك بالمسدسات واللاسلكي ورموني في الارض. وبقى الضابط اتنطط عليا على راسي، كان ظابط ولا من شرطه مش عارف، بقى اتنطط على راسي برجليه. لا حول ولا قوه. يعني انا اتفرشت في الارض بقى من كتر الضرب وكده. وطلع ده بقى يدوس على راسي ويدوس على رقبتي كده زي ما تكون هتذبح خروف يعني. وجايب البتاع ويضرب. طبعا انا اتفتح هنا 5 غرز وهنا 5 غرز وهنا حوالي 4 أو 5 غرز وهنا ده اللي اتفتح. اما الباقي كله بقلب كده. يا الله. وطبعا رفعوني من الارض بقى كده بعد كده لما بدات اتهدي يعني، بس انا ما مغماش عليه ولا حاجه. بقى رفعوني بقى فراح الدم نازل بقى. فسمعت كاميليا بقى بتلطم وتزعق وكده يعني. حرام عليكم انا مسلمه، انا اسلمت والله، انا تخطفوني انتوا نصارى ولا انتوا مين؟ عرفت. فواحد بيقول لها اركبوا برضه بالشتايم يعني. المهم ركبونا ومشينا. كانوا ركبوا طبعا المحامي وعرفت. فالمهم بقى لا احنا مش يعني عرفت يعني ان شاء الله احنا اقوى من كده. المهم مشينا شويه كده هم بيحاولوا يغموا عينيا. وبعدين قال له ده غرق العربيه دم وكده. فانتوا فين؟ حد متابع معاهم بالمحمول. قال له احنا قدام مديريه امن الجيزه. فنزلوا بدلوني من عربيه لعربيه. فلمحت عربيه راكبها عسكري ولا حد ورايا كده. على فكره هو بوظها يعني. المهم وانا ما استلمتهاش الان. المهم راحوا واخديننا غموني بقى وخدونا مشوا مسافه. بس واضح ان احنا رايحين مدينه نصر يعني. جهاز مقر جهاز مباحث امن دوله. في حد واحنا داخلين كده بدي اشاره وحد بيفتح. فقال لي انت عارف نفسك فين؟ قلت له اتمنى ان ما اكونش داخل الكاتدرائيه ويحصل اللي يحصل بقى. هي لو هو انا داخل جهه امنيه انا ساعتين وهطلع لان انا معليش حاجه. عرفت. فقال لي انت في جهاز امن الدوله. فنزلنا انا العربيات رسيت نزلتنا طلعوا المحامي وبعدين طلعونا انا والبنت. فانا بقى هي واقفه في الصاله وانا دخلوني اوضه بينام فيها حد يعني كده. فدخلوني اغسل راسك واخلع جلابيتك. فغسلت راسي فكان الدم متجلط يعني سكت الدم. لما غسلت راسي النزيف زاد زياده وجم هم يرفعوا الحاجات المقطوعه فده يعني دردشوا مع بعض كده انه لازم نروح مستشفى حالا. قلعوني هدومي وجابوا لي من عندهم ترنج وقميص كده لبسوني وطلعوني. كانت كاميليا في الصاله. لما شافتني بقى برضو كده قدامي بينزل برضو صرخت تاني وكده. المهم اخدوني نزلت غموني وركبوني عربيه ميكروباص. غابت مش وقت كتير يعني بتاع 10 دقايق كده ماشيه بينا. فتحوني في مستشفى. لمحت نقيب دكتور مش عارف مقدم دكتور كده يعني. فعرفت بدأ يعملوا العمليه.
خيطوا الغرز يعني كلها، وبعدين لفوا لي راسي وكده، وبعدين طلعوني مع سواق اللي هو اللي جاي بتاع وكان في اشتباه في المخ. عملوا لي، قال له الضربه اللي هنا دي فلازم من عمل اشاعه، فعملوا لي اشاعه وربطوا لي راسي وتمام التمام، ورجعوني تاني، رجعوني بقى على التحقيق مباشره. فكان حد بيتكلم اللي انا سامعه بيقول له رشدي بيه مصطفى بيه كده، الاثنين اللي بيحققوا معاه. بس ده اللي سمعته. وكانت الكلام سخن عليا جدا وكده. المهم حققوا معايا. احكي لنا قصه كامله، حكيتها زي ما انا حكيتها زي ما قلتها الان يعني. بالظبط بالحرف الواحد. عرفت. فقال له طيب سيبه احنا نجي له بكره. دخلني بقى مع ناس كتيره كده في الطرقه، فقالوا لي صلي الفجر قبل الشمس ما تطلع. وبعدين جابوني يوم الجمعه، اتكلم معايا تاني، وبعدين جابني ادينا عنوان بيتك بالظبط، خد معاك حد على التليفون اهو، ادينا عنوان بيتك بالظبط. عرفت، علشان رايحين نجيب الحاجه بتاع البنت من عندك. فراحوا فعلا البيت عندي، جابوا الحاجه بتاعتها، الشنطه والموبايل وكده. وبعد كده انقطعت. انا ما سمعتش كاميليا او سمعت صوتها تاني داخل المركز؟ كنت سامع لحد مكالمه التليفون ده، انا سامع وهي بس الكلام ما كانش يعني. بتقول ايه؟ بتقول عندي كانت بتدعم، تقول لي انا مسلمه والله انا. فسامع حد بقى بيقول لها يعني كلام مش مظبوط يعني، بيسبوها يعني، انت عاش اواد، انت مش عارف ايه كلام من ده يعني. وهي بتعيط وتدعي. بتعيط وبتدعي. كان عصر الجمعه. تقريبا اللي انا فاكره يعني، اللي وقف ورقي يقف الدم في عروقه وكلام زي كده. اللي وقف ورقي اللي هو ورق الاشهار، ربنا وقف الدم في عروقه. ودعوات تانية كده، انا والله مسلمه والله. طب وذنبه ايه لما كانوا يجيبوني وتشوفني؟ طب الراجل ده ذنبه ايه يعني؟ الراجل ده انا سببت له الاذى، انا مش عارف ايه، منهم لله والله يا جماعه انا مسلمه والله. عرفت. بس ما ثم اختفت كاميليا خالص الى الابد. الى الابد. حضرتك قعدت بعدها 21 يوم؟ قعدت انا 21 يوم حضرتك. أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي بل أي دمع. نص من مسلم حول امرأة مسلمة أسرت وتلقى الآن في سجون الأديرة، ربما تذبح، ربما تقتل، ربما يهتك عرضها، ربما تختفي إلى الأبد ولا يعلم لها قبر كما حدث مع وفاء قسطنطين وأخواتها. الحقيقة المأساة لا يوجد كلام يصف هذه المأساة. أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطئ. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.